يا صباح الورد ويا صباح الفل ويا صباح الرزق عليكم. قلنا بقى كل يوم طبيخ طبيخ طبيخ، عايزين نحلي بقى، نعمل حاجة حلوة بقى. قلت أعمل بالسيسة. دول 5 بيضات، بس خلّوكم كده معايا واحدة، واحدة. نعمل بقى صينية بسيسة. صينية البسيسة دي كنا زمان بنعملها، يعني بتتعمل صاج كبير مش صينية. دلوقتي طبعًا إحنا ما بنقدرش نعمل صاج. كانت الصاج ده يتعمل يتوزّع على الجيران وعلى الحبايب وعلى المعارف وعلى القرايب، يتوزّع منها كده على كل اللي حواليكِ. النهارده طبعًا الوضع اختلف للأسف، وبقى كل واحد في حاله أوي، وكل واحد مع نفسه ببيته بحياته بعياله. ف بقينا بنعمل صينية. فخلّينا كده نشوف. أنا هنا باورّيكِ إن أنا عندي الكوبايات المعيارية. عندِك الكوباية المعيارية اشتغلي بيها، مش عندِك فأنا باسهّل عليكِ الأمر تمامًا، وباشتغل بالمَج. المَج ده اللي هو المقاس ده موجود في أي بيت، في أي حد عنده المَج لازم بتاع الشاي باللبن أو النسكافيه ده. المَج ده هو نفس الكوباية إلا شوية، اللي أنا شاورت لِك عليهم دول، اللي هو يعني حوالي 3 معالق كبار بتشيليهم من المَج، بيدّيكِ بالضبط نفس المقاس بتاع الكوباية المعيارية. هنا أنا عندي كوباية، أنا باخد كوباية ونُص سُكّر مع 5 بيضات. كوباية ونُص سُكّر مع 5 بيضات. تقدري الكوباية بدل كوباية ونُص تخلّيهم كوبايتين إلا ربع لو أنتِ عايزاها مسكّرة أوي، ولكن يعني طعم مناسب جدًا وتسكير أو تحلية مناسبة جدًا. الكوباية ونُص، مش محتاجة أكتر من كده. وعندي تحطّي معلقة فانيليا سايلة أو كيسين من الفانيليا، لإن الكيس صغير وما فيهوش كتير أصلًا، وما بقتش ريحتها قوية زي زمان، فبنستخدم كيسين. أنا هافضل بقى أضرب فيها ضرب مُبرح لغاية ما تعيّط كده قدّامي. يعني هافضل أضرب بقى في البيض والسكر ده مع الفانيليا لغاية ما اللون يبيض يفتح خالص، وتبقى شوية زي الشكل الكريمي. أنا طبعًا هاضيف لسه سوايل كتير، فيعني أنا هاحاول أدخّل فيها هوا على قد ما أقدر يعني. ودي غير الكيك. يعني الكيك بنقلّب الدقيق آخر حاجة بالspatula أو بمعلقة من تحت لفوق. دي هنضرب مضرب لغاية آخر لقطة، يعني لآخر حاجة هافضل أضرب بالمضرب. لو ما عندكيش المضرب الكهربائي على فكرة تقدري تشتغلي بالمضرب اليدوي العادي خالص، ما فيش مشكلة. أنا عندي هنا نُص كوباية زيت. طبعًا هنا مش هاحط نُص المَج، هيبقى أقل شوية من النُص، عشان إحنا قُلنا إن الكوباية كاملة بتبقى إلا 3 معالق مثلًا. فأنا هاحط نُص كوباية زيت ذرة. تقدري تستخدمي أي زيت عادي على فكرة، بس أهم حاجة يكون زيت ما لهوش ريحة نفاذة، ما يكونش زيت تقيل، يعني يبقى زيت إلى حدٍ ما خفيف، عشان دي تعتبر زي الكيك. يعني أي حاجة بتبان فيها، يعني أي ريحة مش حلوة، زيت فيه زناخة أو تقيل شوية ريحته هتظهر فيها يعني. فأنا هاحط هنا نُص كوباية زيت. دي أول حاجة من السوايل بتاعتنا اللي هنحطها على البيض والسكر. وهاخدها ضربة تاني ولفة تاني كده إيه، واحدة، واحدة. إحنا هنمشي واحدة، واحدة كده بالمضرب. برضه زي ما قُلت إن شاء الله لو بإيدِك. أنا هنا عشان اللقطة دي راحت، أنا باحط كوباية زبادي. كوباية زبادي من اللي هي البلدي الصغيرة، أو كوباية من اللي هي المغلفة زي الجهينة، المراعي، أي نوع، بس إلا هتكون ناقصة معلقة. وعندي هنا بقى نُص كوباية عصير برتقان. تقدري تستبدليها بنُص كوباية حليب. يعني لو ما عندكيش برتقان تقدري تستخدمي نُص الكوباية حليب. تقدري النُص ده تخلّيه ربع برتقان وربع حليب. تقدري تخلّيه برتقان بس زي ما أنتِ عايزة. أنا هنا أخدت بس نُص كوباية عصير برتقان. هنا السوايل عندي بقت كتير جدًا، فأنا مش هاقدر أضرب بالخلاط، هيطرطش بقى وهيبهدل الدنيا. عندي هنا بقى دقيق الذرة. حاولي لمّا تجيبي دقيق ذرة، تجيبي دقيق ذرة أصفر. يعني في دقيق ذرة لونه أبيض كده، أنتم عارفين الذرة الصفرا اللي بتتسلق بالزبدة دي، ده الدقيق بتاع الذرة الصفرا. وفي الذرة اللي لونها أبيض اللي بتتشوي في الشوارع دي اللي بناكلها، بتبقى لونها أبيض. لأ، حاولي على قد ما تقدري من العطار تجيبي دقيق الذرة الأصفر. طبعًا دقيق الذرة ده مفيد جدًا، كُلّه فيتامينات ومعادن، يعني من الحاجات المفيدة أوي، أوي. أنا عندي كوبايتين دقيق ذرة أصفر.
هاحطهم وهاقلّب بسباتولا، لإن طبعًا عندي السوايل كتير مش هاقدر أضرب بالمضرب دلوقتي لإن هيطرطش وهيبهدل لي الدنيا، فأنا باقلّب باخدهم بس تقليبة الأول بالسباتولا كده. عندي الكوبايتين طبعًا أي دقيق بتنخليه عشان يعني يبقى مفكِّك من بعضه وما فيهوش أي تكتُّلات، وفي نفس الوقت كمان لو في أي حاجة تقدري تبقي شِلتيها أو كده، لو في أي قشّاية أي حاجة بقى صغيّرة كده مش عايزينها تبقى جوّه الكيك هتطلع لي في اسمه إيه، المنخل أو اللي هو المنخل السلك ده. وهادّيها بقى تقليبتين 3، 4 على حسب، المهم إن أنا أحاول إن المادة السايلة دي أو السوايل دي تتقل معايا شوية عشان أقدر أضرب بالمضرب الكهربائي. يبقى أنا عندي كوباية ونُص سُكّر، عندي 5 بيضات، 2 باكو فانيليا أو معلقة فانيليا سايلة، وهاضربهم بالمضرب، هاحط زبداية، وهاحط نُص كوباية زيت، ونُص كوباية عصير برتقان أو نُص بقى ونستبدلها بنُص كوباية حليب، وهنقلّب السوايل دي كلّها مع بعض، وبعد كده هاحط كوبايتين دقيق ذرة أصفر، وهاقلّبهم برضه تقليبة حلوة كده لغاية زي ما شُفتوا أي تكتُّلات أي حاجة أنا هاقلّبها تقليبة حلوة. طبعًا ما تنسيش رشة الملح. وهتقلّبيها برضه كده تقليبة حلوة، يبقى أنا عندي كوبايتين هنا بقى المواد الجافة، عندي كوبايتين دقيق ذرة أصفر، وعندي كوباية دقيق أبيض، وعندي رشة ملح، وعندي باكو baking powder أنا مش هاخده كُلّه، يعني هاخد الباكو الbaking powder ده تقريبًا إلا معلقة كمان يعني. فأنا هاحط هنا الدقيق الأبيض بقى الكوباية الدقيق الأبيض هاحطها آآ أنا عشان هي طلع بس فيها تقريبًا حوالي معلقة كده زيادة، فهي كوباية مع الbaking powder أنا هاحط تقريبًا الباكو كلّه إلا معلقة واحدة بس يعني، يعني هنقول حوالي 3 معالق صغيّرين مليانين baking powder، يعني هنقول إن كل كوباية دقيق ليها معلقة baking powder. وهاحط هنا دي كان عندي حوالي معلقة كده كبيرة مليانة زيادة شوية في الدقيق، فحاولت أقللهم شوية، لكن هي كوباية زي ما قُلنا بالكوباية المعيارية يبقى كوباية، لو بالمَج المقاس اللي هو الstandard ده اللي موجود في كل البيوت، هتبقى كوباية إلا الشوية اللي فوق دول، يعني هنقول حوالي 3 معالق كبار مليانين مثلًا دقيق، هنشيلهم من المَج ده عشان تبقى الكوباية بالضبط. هنا طبعًا هاضرب بقى بالمضرب، خلاص السوايل عندي تقلت مش هاقلق، وحاولي إن أنتِ طبعًا تنزّلي كل الجناب اللي في الطبق عشان كل حاجة تتقلّب كويس، كل حاجة تختلط كويس، ما يبقاش عندِك دقيق متنطور كده على الجناب ولا عندِك أي حاجة وبعد كده تبقى مكلكعة أو تضطري تسيبيها في الطبق يعني. والله عايزة أقول لكم اللي اخترع الspatula ده ابن حلال مصفّي والله، والله داعية له وداعية لنا، يعني ابن حلال مصفّي بصراحة، الإسباتولا دي خطيرة يا جماعة والله العظيم، بتلِم كل حاجة، أمّا باجي بقى يعني أنزّل حاجة من طبق، من حلة، من أي حاجة، تنزل كلّها يعني بُصّوا للآخر، للآخر. عندي هنا معلقة سمنة، أنا عندي بقى الصينية اللي أنا هاحط فيها، عندي معلقة سمنة هافردها كويس على الصينية حاولي بلاش زيت، يعني بلاش تعملوا مسحة الأرضية بتاعة صينية الكيك أو أي حاجة عمومًا، بلاش زيت لإن الزيت يعني بيتحرق بسرعة وبيسخن أسرع من السمنة ومن الزبدة، فحاولي إن أنتِ معلقة سمنة صغننة ومقننة زي ما اتفقنا، هنفردها وهنحط معلقة دقيق وزي ما شُفتِ كده هافرد معلقة الدقيق دي على الصينية كلها وبعدين هانفّض الصينية وبعد كده هانزّل الخليط بتاعي بعد ما ضربته بالمضرب كويس جدًا، 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 وبقى كلّه فقاقيع، فقاقيع كده هوا، هانزّل بقى بُصّوا الإسباتولا، بُصّوا يا جماعة والله اتبسطوا اتبسطوا دي، أنا دخلت على إسكندرية ليه كده، اتبسطوا كده ويعني مقّقوا عينيكم كويس وشوفوا الجمال، شوفوا جمال الإسباتولا، يعني والله بجد اللي اخترعها واللي صنعها واللي عمل واللي جات له فكرة الإسباتولا ده ابن حلال مصفّي. بُص، ولا أي حاجة بقى فاضلة خلاص، كل حاجة نزلت من الطبق. طبعًا بعد ما هانزّل الخليط ده على فكرة أنا كل ده مشغّلة الفرن على درجة حرارة 180 أو درجة حرارة اللي ما عندوش بالدرجات الحرارة تبقى درجة حرارة متوسطة.
هاحطها على الشبكة اللي في النُص، طبعًا مشغّلة الفرن من قبلها، هادّيها بقى كام ضربة كده على الرخامة، لإن طبعًا هي نازلة أكيد أنتم شايفينها لو بتكبّروا الصورة، يعني لو بتتفرّجوا على الفيديو وبتفتحوا الفيديو كامل كده وبتشوفوا الصورة كبيرة، هتلاقوا في فقاقيع، فقاقيع هوا. أنتِ هتهبدي الصينية كده كام هبدة، بحيث إن هتلاقي الفقاقيع دي كلّها إيه، بتخِف كده من على وش الصينية. هادخّلها بقى الفرن، أهم حاجة الفقاقيع دي تروح، أو ممكن بالعلامة البتاعة بتاعة الشيش اللي إحنا بنعمل بيها الاختبار، اللي أنا هتشوفوها دلوقتي بعد الصينية ما استوت. تقدروا تدخّلوها جوّه العجينة بتاعة الكيك، وتروحوا وتيجوا بيها رايح جاي كده، تعملوا حرف الM مثلًا، حرف الW كده عليها، هتخرّجي منها الفقاقيع دي. هنا طبعًا أنا باورّيكِ طبعًا إن أنا ما استوت، أنا حاطاها على الشبكة اللي في النُص على درجة حرارة 180، خدت حوالي يعني أقل من ساعة شوية. هنا هاقلبها طبعًا على شبكة، أنا الشبكة دي بتاعة الميكروويف، أنا باحبها جدًا، باحب أقلب الكيك عليها لسببين، أول حاجة إن أنا لمّا باقلب الكيك عليها طبعًا بيبقى واخد هوا من فوق ومن تحت، فبتبرد وما بتعرقش وما بتعملش عرق أو مَيّة، وفي نفس الوقت بتدّيني علامات حلوة أوي، باقدر أقطّع على العلامات دي على طول بالكيك من غير أمّا أقعد أقيس وأعمل، تطلع مضبوطة جدًا معايا. هنا طبعًا كانت هديت، مش هاقول بردت، بس كانت هديت، بس أنا كنت عايزة أقطّعها وعايزة أقفّل الفيديو بصراحة يعني عشان كان عندي حاجات تانية عايزة أعملها، فقُلت أقفّل الفيديو بالمرّة. بُصّوا هنا عامل علامات إزاي، الشبكة دي عاملة علامات على الكيك، هو يا دوب أهي العلامات دي أنا باقطّع عليها على طول، بتدّيني أصلًا حجم حلو جدًا، وفي نفس الوقت بتدّيني العلامات دي مضبوطة، باقدر أمشي بالسكينة عليها على طول من غير ما أقعد أقيس وتطلع منّي حتّة كبيرة وحتّة صغيّرة، وبعدين بتدّيني حجم صغيّر كده ورفيّع شوية، بيبقى حجم حلو أوي هتشوفوه. أنا باحب أفضّل التقطيعة دي، على فكرة في الشبك بتاع الفرن اللي هو بيبقى الصغيّر ده، ممكن برضه تقلبي عليه وتحطّيه على أي حاجة عالية عشان تبرد، أو تحطّيه تسنديه على حاجة عشان يبقى متهوي من تحت، ده أهم حاجة عشان الكيك لمّا بيعرق وبياخد مَيّة مش بيبقى لطيف يعني، كده بيبقى أحلى. طبعًا هنا الكيك طبعًا خلاص كده أنا باقطّعه، أنا باحب التقطيعة دي جدًا، التقطيعة دي حلوة أوي، بتطلّع لِك قطع كده مكعبات أو مربعات كده صغيّرة، بيبقى شكلها لطيف في الطبق، لمّا بتيجي تقدّميها هتشوفي دلوقتي شكلها بيبقى حلو أوي، أوي، أوي. هنا كده أنا خلّصت الكيك، لو بتتفرّجي بتشوفي الطريقة لحد دلوقتي وعجبِك الفيديو وعجبتِك الطريقة دي، ما تنسيش اللايك، اللايك يا أختي، اللايك يا أختي أرجوكِ، أرجوكِ اللايك، اوعي تنسيه وأبقى شاكرة أفضالِك. وطبعًا الناس حبايبي اللي بيعلّقوا لي كومنتاتكم أنا بافرح بيها جدًا، 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 مش عايزة أقول أسماء حد بعينه عشان ما انساش حد، بس أنا باحبكم من قلبي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي وأشوفكم في فيديو جديد.